بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الأفاضل الأصدقاء الأكارم. ألف تريليون مبروك للمنتخب المغربي الشقيق التأهل إلى دور الثمانية بقيادة وليد الرقراقي. ألف تحية للمدرب الكبير، حقق انتصار مهم للشعب العربي والشعب المغربي. 1000 تريليون، لا مو تريليون ولا مليون 6 صفار، لا دشلاير 60 صفر. مبروك دشلاير، مبروك للمنتخب المغربي، انتصار افرح جميع الشعوب العربيه، انتصار مهم. اليوم لعب بواقعيه، المنتخب المغربي اليوم غلق الخطوط، قرب المسافات واعتمد على الكرات المرتده. المنتخب الاسباني نعرف انه يحب يستحوذ كرات يعني، واليوم تفوقوا المغاربه حقيقه، رغم التفوق بركلات الترجيح، الا انه انتصار مهم افرح جميع الشعوب العربيه. طبعا مباراة المنتخب المغربي حقيقة يعني مرابط، لاعب على مستوى عالي يعني، أداء ولا أروع. زياش أيضا، حكيمي يعني حقيقة، حارس المنتخب المغربي يعني قدم مستوى رائع. حقيقة بونو حارس اشبيليا الاسباني، اداء ولا اروع، صد 3 ركلات جزاء. وانا كنت متوقع ان المفاجاه تصير من المنتخب المغربي، والحمد لله تحققت النتيجه طيبه امام المنتخب الاسباني العنيد الشرس الخبير. حقيقه انتصار افرحنا وفرحنا. اليوم اسبانيا ضاعت، اليوم اسبانيا تايهه. اليوم وليد الرقراقي تكتيكيا تفوق على انريكي باغلب يعني اغلب اوقات المباراه. انتصار افرحنا، وان شاء الله يقدمون اداء افضل امام المنتخب البرتغالي، رغم ان المنتخب البرتغالي والاسباني طريقتين مختلفه. يعني الاسبان يعتمدون على الاستحواذ عكس البرتغاليين اللي دائما يحبون اللعب المباشر الهجومي، وعنده جوده عاليه من اللاعبين. يعني تكتيكيا وفنيا اللاعب البرتغالي افضل فنيا، افضل من اللاعب الاسباني، فراح تكون مباراه مختلفه. ان شاء الله تكون نتيجه البرتغال اليوم بالستة بانتصارهم على سويسرا تكون عليهم سلبيه امام المنتخب المغربي. وليد الرقراقي نتمنى انه يغلق المساحات امام المنتخب البرتغالي، وينتظروا ويصبرون الفريق المغربي، وان شاء الله يعتمدون على الكرات المرتده ويحققون هدف او انتصار مهم امام البرتغال، ويكون انتصار تاريخي ايضا، ويتاهلون الى دور النصف النهائي. رغم صعوبه المباراه، حقيقه المنتخب البرتغالي يمتلك لاعبين كافراد على مستوى عالي، جماعه وافراد. يعني اليوم بدون رونالدو بالشوط الثاني، وشفنا غونزالو راموس سجل هاتريك، وشفنا لياو وبرناردو سيلفا وبرونو فرنانديش، حقيقة لاعبين المنتخب البرتغالي فنيا على مستوى عالي. بس مع ذلك يعني الفريق المغربي برابط، زياش، حكيمي، يعني مزراوي، يعني لاعبين المنتخب المغربي ان شاء الله روح قتالية عالية وتنظيم عالي، ويحققون نتيجة يفرحون بها جميع شعوب الوطن العربي والشعب المغربي الحبيب الشقيق. انتصار فرحنا، فرحانين بهذا الاداء. يعني انت بكرة القدم اليوم كرة القدم يعني صارت المنتخبات متقاربة يعني، وخصوصا شمال افريقيا حقيقة، يعني المغرب، تونس، الجزائر، منتخبات على مستوى عالي. حتى مباراة اليابان، يعني انا كنت متوقع انه اليابان والمغرب تكون عندهم كلمة، وبالفعل المنتخب الياباني ايضا كاد ان يتأهل على الكروات بركلات الترجيح. واليوم المنتخب المغربي لعبوا بواقعيه. اليوم انت ما تقدر تلعب امام يعني امام المنتخب الاسباني ند بند بالسرعه، من ناحيه السرعه وفتح المساحات. اليوم الوليد الرقراقي لعبوا بواقعيه وحقق انتصار مهم، غلق المساحات وتقارب الخطوط، وحقيقه انضباط عالي، ومن خلالها وصلوا الفريقين الى ركلات الترجيح، وقام واداء ولا اروع من المنتخب المغربي. الف مبروك بركلات الترجيح، وحقيقة يعني فرحانين جدا جدا بزاف، يعني فرحانين المنتخب المغربي هذا الانتصار. طبعا دور ال16 يعني شفنا به المنتخب المغربي الحصان الأسود حقق نتيجة طيبة بالدور ال16. نتمنى أيضا بدور الثمانية انه يحقق نتيجة امام المنتخب البرتغالي، رغم صعوبة الموقف. المنتخب البرتغالي مختلف عن المنتخب الاسباني، بس ان شاء الله نتيجة الستة اليوم امام سويسرا تخليهم مرتخين امام المنتخب المغربي. 1000 مليار مبروك للشعب المغربي المرة
المليون عيد دائما، لأن حقيقة هذا الانتصار راح يظل خالد بالتاريخ. وألف تحية البونو البطل الشجاع، حقيقة هذا الحارس، حارس اشبيليا الإسباني. أنا بالجزاء توقعت إنه المغرب تفوز، والحمد لله والشكر تحقق هذا الانتصار اللي أفرحنا حقيقة، ورفع راس الشعب العربي بهذا الانتصار التاريخي. نتمنى لهم التوفيق بمباراة دور الثمانية، وإن شاء الله يفرحونا مرة ثانية.